السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصي حنين. بصوا بقى، اول حاجة كده البانيه اهو بصوره لكم. ده اللي هو اطياب اهو. الكيس ده كيلو. انا ده عملت منه دلوقتي، كان جميل جدا ما شاء الله وجربته. ده اللي هو الحار ده الحراق، في منه بارد برضو. الكيس ده كان عامل 127 جنيه. انا برضه هصوره لكم في اخر الفيديو كده، واحنا عاملين منه وبناكل منه. ماشي. في ايه برضو معانا؟ الملح اهو. دول 3 مع بعض كده. دول اهو بصوا، ده شكلهم اهو. اهو ال3 دول كانوا عاملين 23 ونص اهو. بس حلوين كده، حاساهم كبار. بصوا اهو، ده شكلهم. وكمان بقى جبت المكرونه دي اللي هي الاصيل. جبت 2 سباكيتي وواحد اقلام وواحد شعريه، او 3 اقلام اهو وواحد شعريه. الكيس عامل 6 جنيه ونص. وجبت كمان اللوبيا دي اللوبيا اللي هي مستورده. بصوا، هي اللوبيا والفاصوليا البيضه دي الصراحه انا مش عارفه سعرها، لان الورقه كانت معايا ووقعت مني يعني اهو. بس ده نص كيلو اهو. ونفس الكلام برضو اهو. ماشي. وكمان جبت العدس ده نص كيلو. كان ب22 جنيه. نص كيلو اهو. بصوا، مستي بقى الاكياس اللي انت ما بتلاقوش متبهدل من جوه ولا في حاجه. ماشي. وكمان بقى جبت كيس الدقيق ده اهو. ده لكل الاغراض. بصوا، لجميع الاغراض اهو. ده كيلو. بص عامل كام سعره، انا اوريكم سعره اهو. للمستهلك عامل 25 جنيه 75 قرش. بس ده جميل جدا، انا كنت جبته في مره وجربته، يعني ما بيبوظش منك العجين خالص، جميل قوي. كمان بقى جبت الفيجيتار ده. نص كيلو عامل 12 جنيه. جبت ربع حراق وربع بارد. بصوا. وكمان جبت بقى كيسين الفيجيتار برضو، دول عليهم الكيس عامل 3 جنيه ونص. طبعا بضيف الاتنين دول مع دول وبحطهم على بعض وبيبقوا جمال جدا. جبت برضو اكياس التوابل دي. بصوا اهي، دي جميلة جدا. التوابل دي انا مجرباها اكتر من مرة، انا ومامتي يعني مجربينها اكتر من مرة في الاكل، بتبقى جميلة جدا وريحتها قوية جدا. في كيس منهم عامل 23 والكيس التاني عامل 24. بس الصراحة جامدة يعني، احنا مش اول مرة اجيبها ومش اول مرة اصورها لكم. بس هي غليت كانت الكيس عامل 14 جنيه على ما اظن، ودلوقتي بقى عامل 23 وواحد منه تاني عامل 24. كمان بقى جبت بقى الدجاج دي اهي. العلبة دي اللي هي الصغيرة عاملة 5 جنيه اهي. ماشي. وكمان جبت بقى علبة اللي هو التفاح بالقرفة ده. هي دي مش ليا الصراحة، دي لمامتي عشان انا ما بحبش البتاع ده. دي كانت عاملة 25 جنيه اهو. دي برضه 25 جنيه. دي بواكي. استنى اوريكم شكلها ثانية واحدة. بصوا، استنى. بصوا، بتبقى بواكي زي كده اهي. وانتي بقى بتطلعي فتلة من جوه وتعمليها على طول. ماشي. كمان بقى جبت علبة الصلصة دي عاملة 25 جنيه اهي. بصوا اهي، دي شكلها عاملة 25 جنيه. ماشي. وجبت كمان علبة المربى دي اللي هي التين، دي اللي هي حلوان الاخوان. دي عاملة 24 جنيه اهي. اللي هي فيتراك كانت عاملة 29 جنيه. ماشي. وكمان بقى جبت، بصوا بقى كمان جبت اللي هي الدشيشة دي اللي هي الدشيشة الخشنة. ادهالنا ب10 ونص، اللي هو النص كيلو. طبعا دي برضو غليت. ماشي.
وكمان بقى جبت ايه، جبت البطاطس. جبت البطاطس دي 6.5. طبعا دي في السوق بتتباع ب8، في ناس بتبيعها ب8 وفي ناس بتبيعها ب6.5، بس جميله تحمير شيبسي. اهو لسه جايباها دلوقتي حالا اهو بصورها لكم. ماشي. جبت ايه، جبت 3 كيلو ب20. جبت كمان بقى الليمون ده اهو، جبت نص كيلو عامل 20 جنيه. في هناك ب14 وفي ب16 وفي ب20. انا جبت اللي هو ب20 عشان طبعا زي ما انتم عارفين لو في ليمونه واحده بايظه بتبوظ ايه بقيه الليمون. انا جبت ب20 اهو. وكمان بقى جبت فلفل اللي هو الحراق ده، بصوا اهو. انا جبت ليا انا ربع كيلو وامي جابت نص كيلو، بس ايه جابت نص كيلو بقى ايه حراق على اللي هو مش حراق. بصوا اهو، بس عشان اوريكم القرن اللي هو الاحمر ده عشان يبان اهو. جابت ده اللي هو ده وده. جابت برضو نص كيلو. النص كيلو عامل 5 جنيه، يعني الكيلو ايه ب10. ماشي. وكمان بقى جبت ايه بتنجان. كمان بقى جبت البتنجان ده اللي هو المخلل ده. بصوا كان لسه الراجل مقدم الشوال حالا. بصوا بيلمع ازاي صابح وجميل ازاي. بصوا كده اهو. ده الكيلو عامل 10 جنيه اهو. الكيلو عامل 10 جنيه. كمان بقى جبت قوطه. بس القوطه عامله ازاي جميله، تفاحه احمر زي ما بيقولوا. بص عامله ازاي الطماطميه اهو. الكيلو عامل 5 جنيه. في ناس بتبيعها ب6.5 وايه في ناس بتبيعها ب5، وهما الاتنين زي بعض اهو. ماشي. جبت برضو ايه، جبت 3 كيلو. بصوا بس عشان الشنطه كانت اتقطعت مني في الشارع فايه فحاطه الاتنين في بعض كده. دول 3 كيلو. جبت ب10 جنيه برضو جبنه قريش عشان انا ايه ما باكلهاش كتير، فايه جبت ب10 جنيه كده اهو. ب10 جنيه قريش. هو الكيلو عامل 65 جنيه، بس الست اللي هي بتجيب لنا اللبن دي بتبيعها ب60. ماشي. وكمان بقى ايه جبت ايه شويه حاجات كده في المنظفات. طبعا الحاجات دي مش ليا لوحدي، الحاجات دي ليا انا ومامتي عشان ايه محدش يقول لي الحاجات دي كلها يعني. جبت الكلور اللي هو الابيض. جبت كيس ليا وكيس لامي. كيس عامل 5 جنيه. وجبت اللي هو الكروكس الالوان ده بقى ب12 جنيه الكيس الكبير. بصوا استني كده واقفلهولكوا عشان تشوفوا الفرق. بصوا كده اهو. بصوا الفرق ده كده ب12 جنيه بس الوان، وده ب5 جنيه اللي هو الابيض. جبت كيسين اهو زي ما قلتلكوا، واحد ايه الوان. ماشي. جبت كمان المناديل دي اهي. دول 3. بصوا الكيس فيه 3 والواحدة فيها 500 منديل. دول عاملين 73 جنيه ونص ال3 مع بعض اهو بشكلهم. ماشي. وكمان بقى جبت ازازة الزيت اللي هي الصغيرة دي عاملة 19 جنيه اهي. دي بالصبار. دي اصغر واحدة يعني، ده اصغر حجم. الاكبر شوية عاملة كان باين 39، وفي الاكبر خالص عاملة 45 حاجة زي كده. فانا جبت ليا الصغيرة ام 19 جنيه. طبعا الاسعار في الحاجات دي غليت جدا جدا، يعني بقى الضعف 3 او 4 كمان. ودي برضو كنت انا بجيبها ب10 جنيه من العتبة، وكنت بجيبها من المنطقة هنا ب12 جنيه ونص. دلوقتي بقت عاملة 25 جنيه. دي عاملة 25 جنيه اهو. فعشان كده بقول لكم غليت جدا يعني. 25 جنيه كانوا بيجيبوا علبتين، ويبقى لك كمان 5 جنيه. وكمان بقى جبت الصابون ده العرض 4 ب10 اهو. ريحته حلوة كده يعني ريحته حلوة وكده، ولقيناه عرض وكده فجبنا الايه اللي هو ال4 ب10. انا خدت كيسين وامي خدت كيسين اهو. مع ان عايزه اقول لكم ان هو عامل زي اللي انا بعمله في البيت، اللي هو الكيسه ب25 جنيه. انا كنت مصوراه لكم، اللي ما شافش الفيديو يخش يشوفه اهو. جبت كمان بقى ايه ب10 جنيه عشان ايه زي ما قلت لكم كده هناكل الفيليه دلوقتي اللي انا فضيت الكيس بتاعه ده اهو. وايه هناكل بقى ايه العيش دلوقتي كده مع الفيليه. انا اوريه لكم عشان انا قلت لكم ان انا عملته. بصوا بقى اهو ده الفيليه اللي احنا عملناه دلوقتي. بصوا هو الكيس كيلو. بصوا شكله جميل ازاي. عملنا معاه شويه بطاطس كده حبه قليلين كده بس نتعشى بيهم. وبكده تبقى دي مشترياتي كلها اللي انا جبتها اهي.
ويا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.